قالك دي البيست فريند ومعايا من ابتدائي وراضعين على بعض وانتي صدقتيه؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. فكرة ان راجل ملوي هدومه كده، سواء بقى مرتبط ولا خاطب ولا متجوز، يبقى عنده بيست فريند بنت ويقعد بقى كل شويه يفضفض لها ويحكي لها ويقول لك اصل اعرفها من زمان، اصل اعرفها من قبل الميلاد ونيني ونو حاجه كده قاعه وتخلي المعده تقلب. تبصي له في عينيه وتقولي له انت ارتبطت بيا انا، يبقى انا البيست فريند بتاعتك، انا اللي اسمع لك يعني هي بتسمع وانا سمع تقيل، انا اللي تشتكي لي يعني هي بتفهم وانا ما بفهمش، يعني انا ادبي حافظه مش فاهمه، ولا رد عليا يا ابني زي ما بكلمك ما تعصبنيش. مديها لقب على قفايا ليه؟ يعني هي البيست فريند والصديقه الاولى، انا بقى ابقى تاني صديقه؟ يعني هي تاخد الميداليه الذهبيه وانا اخد الميداليه الفضيه؟ ما بحبش الفض، انا بقى عايزه اخد الميداليه الذهبيه بالكوليه الذهب بالخاتم بالمحبس. ما تبوظش الدنيا ما بيننا، انا ما بقولكش تشيلها من على الفيسبوك بس لم نفسك. يعني ينفع تكلمني امبارح وتقولي انا نازله اقابل سلمى البيست فريند بتاعتي نضرب حجرين ونيجي عشان مخنوق شويه وعايزه في حوار؟ يعني بتحوروا عليا ولا بتحوروا على مين؟ وايه تشربوا حجرين دي؟ وهم اصحابك الرجاله راحوا فين؟ ما تكلم مدحت ولا محمود ولا علاء، مش اصحابك دول؟ ما تقول لهم انك متضايق وتشتكي لهم همك، ولا تقول لي انا يا اخي. وبعدين انا نفسي افهم، محدش بيعرف يفكك غيرها ليه؟ ها ليه يا ترى؟ بقى عامله لك عمل عند الشيخ بهلول ولا عامله فيك ايه؟ ولا اظبط ياض كده، الخناقه دي المفروض تبقى بالعكس، انا اللي عندي بيست فريند وانت اللي بتغير. انا حاسه ان انا بقيت راجل وانا اللي عليا الشقه وانا اللي مش همضي القايمه. بيست فريند دي مع راجل مرتبط حاجه لا يصدقها عقل. البت دي بتحبك يالا، هتقولي بقى اختي ومتربيين سوا ولا احنا اخوات في الرضاعه؟ انا بقى ما بياكلش معايا الجو ده، انا ليه ما بقاش بيستات؟ يا سيدي لو مش عارفه علمني، خدي معاك فضفض معايا وهسيبك يا سيدي تشرب الحجرين لوحدك. وبعدين تعالى لي هنا، هو مين بقى اللي بيدفع الحساب، انت ولا هي؟ ما هو تعمليش جنتلمان معاها وتخليني انا اتمشى من المهندسين للمانيال وانا بعديها عشان لمحت محفظتك هتعيط من الفراغ اللي هي فيه. فلما حنكش خطيبك يقولك انا عندي بيست فريند بنت ورايح مع مريم وراجع لي مع سلمى، تقفي وتاخدي مواقف مش موقف، ولو ما اتعصش حاربيه بنفس سلاح. هو عنده مريم وسلمى وانت عندك عاطف وعلاء ولاد خالتك اللي شغالين في الكويت. هتلاقيه لم نفسه وتنحنح وجاب ورا وقال لك بيبي احنا محتاجين نتكلم. وانا بقى بسنت النبراوي، تابعيني في خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.